بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في مقطع جديد. زي ما أنتم شايفين في العنوان، لكل بداية نهاية، ولكل قصة عنوان، ولكل عنوان تفاصيل، ولكل تفاصيل ظروف. وكل قصة يا جماعة فيها أمور جميلة وإيجابية وأمور سيئة وسلبية. الآن أنا راح أتكلم من جواتي، من أعماق قلبي. في سنة 2021 يا جماعة الخير، تحديدا بعد جامعة الشرقية، كانت المفترض تكون طيارتي من الشرقية إلى جدة عشان أرجع البيت، لكن أنا لا، رحت الرياض وجلست فيها تقريبا حول أسبوع. وقعت عقدي مع باور وانطلقت في رحلتي معهم. رحلة كانت جميلة حقيقة، تعلمت فيها الكثير. أحمد شو الآن اللي تشوفونه، اللي يقدم المحتوى الرهيب، المحتوى الكويس، المحتوى ذو الجودة، النسخة المطورة بعد الله عز وجل. ثم باور أنا ما كان حصلت عليها، يعني أنا استفدت من خلال فترتي في باور من أفكار، من عقول، من تجارب، من أشخاص جعلتني ما أنا عليه الآن. طيب يا أحمد، عندنا أسئلة كثير. أنت ليش ما تصور مع أعضاء باور؟ إيش موضوعك؟ لك 4 سنين كأنك في الفريق بس ما أنت في الفريق. إيش السالفة؟ إيش الوضع؟ أبى أقول لكم يا جماعة، لا تنسون إنه في سنة 2022 بالتحديد في موسم الجيمر أنا نزلت تقريبا مع أعضاء باور، وبعدها في السنة كاملة أصلا السنة نفسها بس موسم الجيمر الحالة 93 مقطع. هذا الظهور فقط في قنوات الشباب غير المقاطع اللي في قناتي. ففي فترة من الفترات عطيت ترى مجهود خرافي، لكن هو في الأخير المسألة زي المعدل التراكمي في الجامعة. ما يمديك تشد حيلك أنت في أول سنة وبعدين آخر 3 سنين ما تعطيني مجهود. أوكي، أنا متفاهم، لكن في فترة بذلت فيها مجهود مرة عالي. يعني خلال هذه الفترة ما شفت نفسي إني أقدر أعطي مع الشباب هذولي. العيب مو منهم ورب الكعبة، أقسم بالله أنهم كلهم رجال ونعم الرجال، من أكثرهم في التأثير إلى أقلهم في التأثير، ما فيهم ولا أي خلاف. ولكن جماعة الخير لازم تفهمون حاجة، ممكن تكون في بيئة 30% من الأشخاص ما يندمجون ويتأقلمون في البيئة هذه، وفي 70% من الأشخاص يندمجون ويتأقلمون في هذه البيئة. ما يعني إنه 30% غلط وال70% صح، ولا يعني إنه 70% غلط وال30% صح. لا، هي امور مكتوبه يا جماعه الخير. عشان كذا انت ما تقدر تصاحب كل البشر في الدنيا هذه. يعني ممكن يكون معارفك كثير لكن اصحابك معدودين. هذول الاشخاص اللي انت تلاقيت معاهم بالاهتمامات، بالتفاهم، بالتناغم وما الى ذلك، صح ولا لا؟ وبضرب لكم مثال، في لاعبين كره القدم يجيك لاعب يعني يكون في مواسم طويله مبدع مع فريقه السابق، ينتقل الى فريق جديد ما يعطيك افضل ما عنده، ما تاقلم في البيئه، ما كان مره مندمج معاهم. وانتم تشوفون تعرفون من أعماق قلبي أشكر جمهور باور على دعمهم لي، على وقفتهم معي، على حضورهم، على كلامهم الطيب. شكرا من أعماق قلبي لكل فرد من جمهور باور العظيم. ممتن جدا لكم على الفترة اللي جلست معكم، يعني ما جاء منكم إلا كل خير وحب. كذلك أحب أشكر جمهور أحمد شو اللي في جميع فتراته كان واقف معه وكان مؤمن فيه. وأحب أقول لكم يا جماعة، لا زالت الرحلة مستمرة، وإن شاء الله بإذن الله راح نقدم كل اللي نقدر عليه، ونحاول بقدر المستطاع نرضيكم بإذن واحد أحد. سوف أفعل ما بوسعي وكل ما أستطيع إني أقدم لكم المادة اللي تليق فيكم بإذن واحد أحد. ختاما حاب أشكر جميع أعضاء باور من أصغرهم لأكبرهم على دعمهم، وقفتهم معي، وعلى الجهد اللي بذلوه معي، وعلى كل شيء قدموه لي. شكرا لكم يا أعضاء باور واحدا واحدا. ودي أسميكم كلكم بس أخاف أنسى واحد ولا عرفتوا، لكن شكرا لكم جميعا. كذلك حاب أشكر إدارة باور على دعمهم لي، وقفتهم معي، وعلى كل شيء قدموه لي. ممتن لكم ومقدر كل شيء قدمتوا لي. يعطيكم العافية يا جماعة، نراكم إن شاء الله في المقاطع القادمة. السلام عليكم، في أمان الله الكريم.